في يوم 20 يناير 1983 البرازيل كلها كانت في الشارع، المرور وقف في البلد كلها لدرجة إن أهل الميت نفسهم ما يقدروش يدخلوا الكنيسة. الموت بيجي لكل الناس، لكن مش كل الناس لما تموت توقف بلد كاملة. جارينشا مات، بس جنازته كانت أكبر من الحياة نفسها، واللافتة اللي اتحطت على قبره قالت: لقد زرعت الابتسامة على وجوه الملايين وأنت الآن تبكي الملايين. بس مين هو جارينشا؟ وليه البرازيل كلها كانت شايفاه أعظم من بيليه نفسه؟ مانويل فرانسيسكو دوس سانتوس اتولد سنة 1933. الدكاترة قالوا لوالدته: ابنك مش هيمشي طول عمره، وكان عنده شلل أطفال واعوجاج في العمود الفقري. رجله اليمين كانت أطول من الشمال بحوالي 6 سنتي، جسم شبه مكسور لكن مع إرادة مش شبه حد. الطفل ده قرر يعمل أول مراوغة في حياته، يراوغ المستحيل، وبعدها مش بس مشي، ده جري وراوغ ورقص وبقى أعظم مراوغ شافته الكورة. راح فلومينينزي، وبعد التمرين جري يلحق القطر على بلدهم لحد ما وصل لبوتافوجو، وهناك بدأت أسطورة حقيقية. سجل 245 هدف مع الأندية، لكن الماتشات كانت بالنسبة له مسرح مش منافسة. كان بيهين أي مدافع يفكر يقرب منه، وكان ممكن يراوغ الحارس مرتين علشان بس يضحك. وبعد كوارث البرازيل في كأس العالم 50 و54 لما خسروا قصاد الأوروجواي قدام 200,000 متفرج في الماركانا، وخروجهم من ربع النهائي كأس العالم 1954 قصاد المجر، قرر الاتحاد يعمل لجنة طبية نفسية لاختيار اللعيبة. جارينشا راح اللجنة، طلبوا منه يرسم أول حاجة جت في دماغه، رسم دايرة وقال: ده صاحبي كارانتينا. والتقرير وصل وقال: جارينشا عنده عقل طفل عمره 8 سنين. ومع بداية كأس العالم 1958 في السويد، المدرب فيولا تردد واستبعده من أول ماتشين هو وبيليه اللي كان عنده 17 سنة وكان لسه راجع من إصابة في الركبة، وما لعبش أي مباراة تحضيرية مع المنتخب قبل البطولة. لكن لما تعادلوا سلبيا قدام منتخب انجلترا بأداء باهت، قال لجارينشا وبيليه: ادخلوا، ولو خسرنا يبقى خسرنا بشرف. قرر يخاطر ويدفع بالثنائي المجنون والطفل في التشكيلة الأساسية، ومن ساعتها بدأ السيرك يتنصب على ملاعب السويد، وصعدوا من المجموعات. وجارينشا كان عامل قلق على الجناح، وكان بيراوغ بالثلاث لعيبة ويشوط من أي مكان في الملعب. وبيليه سجل هدفه الأول في كأس العالم في ربع النهائي ضد ويلز وهو عنده 17 سنة بس، وفي نص النهائي ضد المرشح الأقوى للبطولة منتخب فرنسا. جارينشا ما سجلش، ولكن كل الهجمات للمنتخب البرازيلي كانت بتبقى من عنده، وقدر يصنع هدفين لبيليه اللي سجل هاتريك في الماتش ده، ووصل المنتخب البرازيلي للنهائي ضد مستضيف البطولة منتخب السويد على أرضه ووسط جمهوره. وقدر جارينشا يصنع هدفين وبيليه سجل هدفين، وفاز المنتخب البرازيلي بأكبر نتيجة تسجيل في نهائي كأس العالم بنتيجة 5-2. وجارينشا لعب مباراة نهائية خيالية لدرجة إن قائد منتخب السويد نيلس ليدهولم قال: خسرنا النهائي بسبب جارينشا. كل ده كان إعجازي، بس اللي حصل سنة 1962 محدش كان يحلم بيه. بتبدأ بطولة كأس العالم 62 في تشيلي، والبرازيل كانت في مجموعة قوية مع منتخب المكسيك وتشيكوسلوفاكيا وإسبانيا. قدر بيليه يسجل هدفين في أول ماتش ضد المكسيك، وهدف منهم بعد ما راوغ 4 مدافعين. لكن للأسف في الماتش الثاني ضد تشيكوسلوفاكيا اتصاب بيليه إصابة قوية في عضلة الفخذ، وخلص الماتش بالتعادل السلبي، والكل قال البرازيل خلاص راح. لكن جارينشا قرر يشيل المنتخب على كتفه. ضد انجلترا وقفوا ليه 3 مدافعين، جاب فيهم هدفين، وكتبت الصحافة الإنجليزية بعد الماتش ببساطة: جارينشا دمرنا. علشان تصعد البرازيل لنص النهائي قدام تشيلي صاحبة الأرض والجمهور، والمدرجات كانت نار والتحكيم كان متوتر، لكن جارينشا كعادته بيقدر يسجل هدفين تقدم للبرازيل علشان يساعد فرقته إنها تتفوق على تشيلي بنتيجة 4-2. وفي آخر الماتش والملعب بيغلي بسبب جمهور تشيلي اللي خسران على أرض
برضه، واللي كان بيحدف حاجات من المدرجات على الملعب، وتدخلات عنيفة وشتيمة من لاعبي تشيلي على جارينشا بدون أي حماية من الحكم. وفي وسط الضغط النفسي والعصبي اللي كان عليه، بيفقد جارينشا أعصابه في الدقايق الأخيرة من الماتش، بيتدخل تدخل عنيف على واحد من لاعبي تشيلي، والحكم بيروح له وبيرفع له كارت أحمر ويطرد من نص النهائي وهو كسبان، واللي معناه إنه مش هيلعب النهائي. وبدأ يفقد الجمهور البرازيلي حلمه إنه يكسب البطولة الثانية على التوالي بعد غياب بيليه وجارينشا عن النهائي. لكن الاتحاد البرازيلي ضغط بشدة على الفيفا وقالوا إن الحكم ما كتبش الطرد في تقريره الرسمي، وفعلا تم التغاضي عن الطرد إداريا واتسمح لجارينشا يلعب النهائي رغم إنه كان المفروض يتوقف. ودي أول الحالات في تاريخ كأس العالم اللي تم فيها تجاوز قانوني بسبب قيمة اللاعب وتأثيره الجماهيري. ورغم كل المحاولات دي عشان جارينشا يلعب النهائي، بيتصدم المنتخب البرازيلي إن جارينشا في يوم الماتش كان مريض ودرجة حرارته وصلت ل 39، لكن بالرغم من كده أصر جارينشا إنه يلعب الماتش بغض النظر عن مرضه. صحيح ما قدرش يسجل، لكنه كان القائد للفريق والعقل اللي بيوزع اللعب في الملعب. وقدرت البرازيل انها تفوز على تشيكوسلوفاكيا في المباراة النهائية بنتيجة 3-1 وتتوج بالكاس للمرة الثانية على التوالي. وفاز جارينشا بجائزة افضل لاعب وافضل هداف في نفس الوقت، محدش عملها قبل كده ولا بعده، والعالم كله اتفق دي مش بطولة البرازيل، دي بطولة جارينشا لوحده. بس زي ما رجله كانت مختلفة، حياته كلها كانت مختلفة. الضرب اللي كان بياخده من المدافعين مع الإعاقة اللي في جسمه خلت الإصابات تزيد، والشهرة خنقته، ودخل دوامة الكحول والعلاقات، وزاد وزنه جدا، وبدأ مستواه ينزل تدريجيا، وكان بيدور على السعادة في أي مكان إلا جوه نفسه، لدرجة إنه خلف 14 طفل من علاقات مختلفة، وكان معروف إنه بيروح بيوت الدعارة بعد التمرين كأنها طقوس يومية. وفي محاولة أخيرة ليه وبعد ما غاب عن معظم مباريات 1965، كل الناس كانت شايفة إن وقته انتهى، لكن الاتحاد البرازيلي قرر يستدعيه على سبيل الأمل الأخير. حاول جارينشا إنه يرجع يعيد الأمجاد في كأس العالم 66 في إنجلترا. المدرب قرر يبدأ بيه رغم إن حتى تدريباته كانت محدودة جدا، وكان باين عليه التعب البدني، وفعلا قدر يسجل هدف في فوز المنتخب البرازيلي على بلغاريا 2-0. لكن كان باين عليه انه مش قادر يجري في الملعب، اللمسه موجوده عنده بس الاداء البدني ما كانش مبشر. وفي الماتش الثاني ضد المجر، جارينشا وبيليه بداوا الماتش بس ما كانوش في حالتهم، والبرازيل اتغلبت 3-1. جارينشا كان مرهق جدا، فقد سرعته ومراوغاته ويظهر عليه الالم في كل لمسه للكوره. وبعد المباراه تم استبعاده تماما من التشكيله، وخرجت البرازيل من الدور الاول للبطوله بعد ما اتصاب هو وبيليه رغم محاولات جارينشا انه يرجع لمستواه. لكن للأسف جسمه قال لأ، وركبته خذلته والملاعب سابته، فرجع يدور على النسيان بإدمانه للكحول. وكانت دي آخر مرة يلبس فيها تيشيرت منتخب البرازيل. وبعد 8 أزمات صحية متتالية بسبب الإدمان والمخدرات والكحول، اعتزل سنة 1973 ودخل في سكة مظلمة. الناس نسيته وهو حس إنه بقى نكرة. كان دايما بيقول أنا بلعب علشان أضحك مش علشان أكسب. وفي 1983 جارينشا مات في عمر 49 سنة، لكن المأساة ما انتهتش. في سنة 2017 عيلته طلعت وقالت جثة جارينشا اختفت من القبر ومحدش عارف هي راحت فين. وفي النهاية جارينشا ما كانش أعقل لاعب ولا أكتر واحد منضبط، بس هو كان أكتر واحد خلى الكورة تضحك. كان بهلوان الملاعب والمراوغ المجنون اللي حول الكورة من منافسة لفن. وحتى لما مات فضلت الكورة حزينة، لأن جارينشا كان أكتر من لاعب، كان حكاية مستحيل تتكرر.